اعتزل كل ما يؤذيك. انت استثنائي وفي تالتة ابتدائي ومش مضطر تثبت نفسك لحد. الراجل مش مطالب والست مش مطالبة. مفروض الراجل هو اللي، مفروض الست هي اللي. يا لا اللي. شوف يا اخي المفارقة، منصات التواصل الاجتماعي حاليا هي اللي بتشجع الناس على الاعتزال والعزلة في كل شيء. تشجع الانسان على بناء اسوار حول نفسه. دول 3 اسوار مشهورين وترندات وبيجيبوا لايكات وشيرات. السور الاول: اعتزل ما يؤذيك. صح، ومع ذلك مش كل ما يؤذيك تعتزله. واحد بيؤذيه بذل المجهود والتفكير، يعتزلهم. واحد بيؤذيه تعليق حبايبه على تصرفاته غير المسؤولة، يعتزلهم. واحد بيؤذي نفسه، يعتزل نفسه. واحد بيؤذيه الواقع، يعتزله. هنعيش في حبس انفرادي يعني؟ السور التاني: انت استثنائي ومش مضطر تثبت نفسك لحد. صح، ومع ذلك انت مضطر تثبت نفسك لنفسك، وانك مش بتتكلم وخلاص. مضطر تثبت نفسك لأسرتك بقيامك بدورك المتفق عليه. مضطر تثبت انك تستحق الاحترام باحترامك للي قدامك. طلع هو مش محترم، دي قصة تانية ولها ادوات تانية. وافتكر ان الاستثنائية مش بتاعتك لوحدك، انت تنطبق على الجميع. السور الثالث: الراجل مش مطالب والست مش مطالب. مفروض الراجل هو اللي، مفروض الست هي اللي. أراك توزع مسؤوليات من جيب ماما. ده كلام بيشحن الناس بالمفروض على الطرف الآخر، فبيطلع المتلقي لأرض الواقع مشحون على شريكة أو شريك حياته، وفي النهاية بتحصل مشاكل عشان المفروض اللي انت قلت عليه ما بيحصلش. والشخص بيقول لنفسه أنا مش هحل حاجة لأني مش مضطر أشرح لحد. بيقولك أخيرا أنا هعتزل ما يؤذيني، والنتيجة يصبح الفرد سجين لأسوار العزلة ظنا منه إن عزلته حكمة وارتقاء، وأحيانا تكون كذلك طبعا، لكن لازم يدرك إن أحيانا العزلة هتؤذيه أذى أكبر بكتير من أذى المواجهة ومحاولة حل الأمور بالراحة. يعني مش عايز أذى يقوم أذي نفسه بالعزلة أكتر. في الحالة دي تصبح العزلة خطة في منتهى الغباء. ملحوظة: أنا مش ببرأ نفسي من إن بعض رسايلي ممكن تشجع على العزلة، وساعات بوزع مسؤوليات من جيب ماما، لكن على الأقل بحاول أكون واعي لده قدر الإمكان، وبحط ملاحظ واستدراكات كتير زي ما أنت شايف، وبحاول أوزنها على قد ما أقدر.